التي شاءت الأقدار أن ننظم فيه هذه الندوة الصحفية التي يتزامن مع يوم الجمعة، وهو من الأيام الجليلة عند الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الله التوفيق والسداد. نرحب بكم في إطار مخطط التواصل الجهوي والإقليمي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وللمديريتين الإقليميتين لوادي الذهب وأو سرد. الغاية منه من طبيعة الحال التعريف بالمستجدات التي يعرفها الدخول المدرسي 2023-2024، والغاية منه كذلك تثمين المجهودات التي تبذلها كل الفعاليات الإعلامية وكل وسائل الإعلام تقديرا المهام الكبيرة التي يقوم بها الإعلام، أولا في التبليغ وثانيا في التعبئة حول كل المشاريع، من أجل إن شاء الله أن نوحد الرؤية جميعا، وأن نسير بنهج موحد ومتعارف عليه وبمعلومات متقاسمة لدى الجميع، إيمانا منا وإيمانا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في إطار سياستها ومخططاتها التواصلية، إيمانا منها بأهمية كما قلت وسائل الإعلام وبدورهم في التعبئة المجتمعية، وبحق المواطنات والمواطنين في الاطلاع على المعلومة، وبحقهم في معرفة واقع قطاع هو قطاع مجتمعي بامتياز، قطاع لا يعني فقط وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بقدر ما يعني المجتمع المغربي بكل أطيافه وبكل مكوناته. إذن في هذا السياق نرحب بكم جميعا، ونتشرف بتقديم مجموعة من المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي، بالمجهودات التي بذلت في هذا السياق، وبالإكراهات التي لا زلنا نشتغل على معالجتها وعلى إيجاد الحلول المناسبة لها، دائما من أجل بلوغ الشعار الذي رفعته الوزارة، وهو من أجل مدرسة ذات جودة للجميع. إذن في هذا السياق من طبيعة الحال فالدخول المدرسي الحالي يأتي كما تعلمون جميعا في إطار تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، وفي إطار كذلك تفعيل قانون إطار 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، اللي كما تعلمون فلأول مرة منظومة التربية والتكوين يؤطرها قانون إطار يلزم كل المتدخلين باحترام السياسات العمومية في قطاع التربية الوطنية. والسياق أيضا يؤطره النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2022-2026. هو سياق أيضا مؤطر بخارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة ذات جودة للجميع بالتزاماتها 12. وهذا الموسم ومؤثر أكثر بالإطار الإجرائي 2023-2024 لخارطة الطريق. كذلك المقرر الوزاري ل 9 يونيو 2023 المنظم للسنة الدراسية، والمذكرات الوزارية ذات الصلة سواء المرتبطة بالدخول المدرسي أو بتقييم الأداء أو مواكبة تنزيل الدليل المسطري لجمعية دعم مدرسة النجاح وغيرها من المرجعيات والمذكرات المؤطرة لهذا الدخول المدرسي. طبيعة الحال على المستوى الإحصائي فالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الداخل والذهب تحتضن خلال هذا الموسم الدراسي حوالي 35,473 تلميذ وتلميذة. هذا من طبيعة الحال دون الحديث عن حركية التلاميذ، لأن هذا الرقم قد يعرف زيادة أو نقصانا بناء على حركية التلاميذ الوافدين أو المغادرين للجهة. من طبيعة الحال أهم ما يميز هذا العدد هو النوع، حيث تشاهدون أنه تقريبا في الأسلاك الثلاثة هناك تقريبا
تساوي ما بين الذكور والإناث. السيكل الابتدائي 49%، إعدادي 49%، والتأهيلي نسبة الإناث أكثر من نسبة الذكور 53%. لأن من بين الإكراهات التي كان يعاني منها قطاع التربية والتكوين وخاصة في الهوامش هو انقطاع الفتيات عن الدراسة سواء في السلك الابتدائي أو السلك الإعدادي. لكن الحمد لله اليوم من خلال هذه المعطيات يتضح على أن هناك توفير الشروط الملائمة للتلميذات والتلاميذ لمسايرة دراستهن ولبلوغ المستويات العليا. وكما تلاحظون في التعليم التأهيلي أصبحت نسبة الفتيات أكثر من نسبة الذكور. كذلك من طبيعة الحال ازدواجية أو تنوع الطلب على التمدرس ما بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي، الذي يساهم كذلك بنسبة مهمة مشكورا في العرض وفي الاستجابة للطلب على التمدرس. وما يعكس كذلك هذه الدينامية التصاعدية وهذه الدينامية المتزايدة من حيث الإقبال على قطاع التربية والتكوين هم عدد التلاميذ المسجلين بالسنة الأولى ابتدائي، بحيث هذه السنة من طبيعة الحال كما تلاحظون فالمجموع 3627 منهم 1835 من الإناث، يعني أيضا كذلك تقريبا 50 أو ما يزيد على 50% من الإناث. ولكن ما يلاحظ هو نسبة التزايد، أنه ازدادت نسبة تسجيل السنة الأولى ابتدائي هذه السنة بنسبة 5.60، يعني حوالي 6% عن السنة الماضية. وهذا يعكس نسبة من الإقبال ومن التزايد على إقبال على التمدرس. وهذا يعكس أيضا الزيادة الديمغرافية والإقبال على المدينة وعلى الجهة من حيث ما توفره من فرص اقتصادية واجتماعية إلى غير ذلك. طبيعة الحال هذا الطلب على التمدرس من طبيعة الحال كما أشرت، بالإضافة إلى أنه يوفر العرض الكافي للتلميذات والتلاميذ، فهو كذلك يحاول توفير شروط ملائمة للإناث أساسا. بالنسبة للعرض المدرسي الذي يوازي الطلب على التمدرس، فنتحدث عن المؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية والتأهيلية. فمن طبيعة الحال مجموع 23 ابتدائية عمومية و20 ابتدائية على المستوى على التعليم الخصوصي، التعليم الإعدادي 10 إعدادية و9 ثانويات. يعني هنا نتحدث عن مؤسسات التعليم الخصوصي التي تحتضن التعليم الإعدادي، يعني راه ممكن تكون مؤسسة خصوصية فيها التعليم الابتدائي وكذلك التعليم الإعدادي، فيحتسب عدد التلاميذ الذين يدرسون في التعليم الابتدائي وعدد التلاميذ الذين يدرسون بالتعليم الابتدائي والإعدادي. كذلك الشأن بالنسبة للتعليم التأهيلي ب7 مؤسسات عمومية و4 مؤسسات خصوصية. هذا التوزيع المؤسسات التعليمية بالإضافة إلى توزيعه حسب نوع التعليم هو كذلك حسب المجال الجغرافي. فالجهة من طبيعتها تحتضن الوسط الحضري والوسط القروي، وخاصة جماعة العرقوب التي تحتضن المؤسستين الابتدائيتين طاورطا والعرقوب، والمديرية الإقليمية لأوسرد التي تحتضن مؤسسات تعليمية ابتدائية ومؤسسة ثانوية إعدادية ومؤسسة تأهيلية. إذن ففي المجموع من طبيعة الحال 19 مؤسسة ابتدائية و4 مؤسسات في الوسط القروي. الوسط الإعدادي 9 مؤسسات بالوسط الحضري، دائما نتحدث عن المؤسسات العمومية، 9 مؤسسة في الوسط الحضري ومؤسسة واحدة في الوسط القروي بجماعة بيرغندوز. نفس الشيء بالنسبة للثانوي التأهيلي، 6 مؤسسات في الوسط الحضري وثانوية تيرس التأهيلية بجماعة بيرغندوز بالمديرية الإقليمية لأوسرد. من طبيعة الحال عندما نتحدث عن العرض المدرسي وعن المؤسسات التعليمية، فهناك كذلك نوع من التقارب ما بين مساهمة التعليم العمومي والتعليم الخصوصي، الذي نعتبره شريك مهم في تنزيل السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين وفي توفير العرض المدرسي الكافي للمؤسسات من المؤسسات التعليمية التي تستجيب للخصاص المتزايد على الجهة. طبيعة الحال أمامكم جدول مرتبط بوضعيات الاكتظاظ، وهذا من الإشكالات من طبيعة الحال التي عانت منها الجهة
لسنوات نظرا للإقبال المتزايد كما أشرنا. فكما تلاحظون على مستوى مجموع الجهة لا زالت هناك نسبة من الاكتظاظ بالسلك الابتدائي وبالسلك الإعدادي، وخاصة في القطاع الغربي من المدينة. طبيعة الحال هذا كان مرتبط بالتزايد الديموغرافي وتزايد الوافدين على الجهة ومحدودية المتوفر من العقار لتوسيع العرض المدرسي. ولكن الحمد لله بفضل التواصل والمجهودات التي بذلت سواء مع ولايات جهة الداخلة أو مع المجلس الحضري للداخلة مشكورا الجماعة الترابية للداخلة، تم توفير أوعية عقارية الموسم الماضي، وتم الاشتغال على كل ما يرتبط بإنجاز الدراسات والصفقات المناسبة. فلهذا فقد تم تسلمنا بقعة محاذية لثانوية ابن طفيل الإعدادية بترخيص من الجماعة الترابية للداخلة مشكورة، وسيتم توسعة الثانوية برسم السنة الحالية إن شاء الله. انتهينا من الدراسات ومن كل ما يرتبط بها، والآن ننتقل إلى صفقة الأشغال إن شاء الله ستنطلق عما قريب. كذلك تسلمنا من ولاية جهة الداخلة مشكورة وعاء عقاري محاذي لمدرسة المختار السوسي، حيث سيتم إن شاء الله بناء ثانوية إعدادية تأهيلية برسم سنة 2023، وكذلك ستتم توسعة مدرسة المختار السوسي بإضافة مجموعة من القاعات الدراسية إن شاء الله الدخول المدرسي المقبل. نتمنى أن نكون قد عالجنا هذا الاكتظاظ الذي يعاني منه هذا الجزء من المدينة. وستتم أيضا برمجة بناء ثانوية إعدادية أخرى سنة 2024 بهذا العرض إن شاء الله المبرمج. مسألة الاكتظاظ إن شاء الله سوف نجد لها حلا قريبا بإذن الله تعالى. على مستوى الموارد البشرية من طبيعة الحال فالمجموع الموارد البشرية 1117 موزعة على الأسلاك الثلاثة الإعدادي الابتدائي والتأهيلي. الأساسي ما بين العرض المدرسي وما بين الموارد البشرية وما بين الطلب على التمدرس أنه لحد الساعة والحمد لله رغم الإكراهات فكل التلميذات والتلاميذ في سن التمدرس لهم مقعد بالمؤسسات التعليمية، بمعنى أننا نسعى جاهدين لأن نمكن التلميذات والتلاميذ وكذلك الأطفال في التعليم الأولي سنأتي للحديث عنه كذلك من مقعدهم في المدرسة، لأننا نعتبر كأكاديمية والوزارة بكل ما تبذله من جهود فشغلها الأساسي هو أن تمكن التلميذات والتلاميذ من حقهم في التمدرس. هذا حق لكل تلميذ وتلميذة، والمكان الطبيعي للطفل والطفلة وللتلميذ والتلميذة هو مقاعد الدراسة التي يجب أن تتوفر له وأن تتوفر بالجودة المناسبة وبالمستوى اللائق لتمدرس ذي جودة. إذن هذا الأمر الحمد لله هذا ما تمكنا من تحقيقه، بحيث أنه لا على مستوى الوسط القروي بمجالاته المختلفة ولا على مستوى الوسط الحضري فكل المؤسسات التعليمية تحتضن من هم مقبلون أو من كل الطالبين للتمدرس لهم مقاعد في صفوف الدراسة. بالنسبة للتعليم الأولي كمكون مهم كذلك من مكونات المنظومة، فهذه السنة إن شاء الله تقريبا 5440 تلميذ وتلميذة، وهناك تزايد أيضا للأقسام المحدثة على مستوى الأقسام المدمجة بالمؤسسات العمومية، لأن هناك اشتغال حثيث على توسيع العرض العمومي في التعليم الأولي من خلال إحداث الأقسام المدمجة، والتي عرفت تزايدا تقريبا بواحد 9-10 ديال الأقسام إضافية خلال هذا الموسم الدراسي. طبيعة الحال الأرقام مرتبطة بأعداد التلاميذ وأعداد المربيات ونسب التزايد كما تلاحظون، فنسبة التزايد على العموم قارب 6%، ولكنها بلغت 8% على مستوى التعليم العمومي، والمربيات من طبيعة الحال 271 مربيات تشتغل في إطار التعليم الأولي مع الشركاء من طبيعة الحال الجمعيات الشريكة في هذا المجال، والتي نتوجه لها بجزيل الشكر من هذا المنبر على ما تبذله من مجهودات قيمة في هذا المجال. بالنسبة للدعم الاجتماعي فالمبادرة الملكية مليون محفظة
يستفيد منها تقريبا 14309 من التلميذات والتلاميذ. كذلك الإطعام المدرسي يستفيد منه مجموع تلاميذ العالم القروي وجزء من المناطق أو بعض المؤسسات ذات هشاشة بالنسبة للوسط الحضاري. الجهة كذلك تحتضن مؤسسات للتعليم ما بعد البكالوريا، وهما أساسا مؤسستين أساسيتين، والأقسام التحضيرية للمدارس العليا بقسمين يحتضنان 69 طالب وطالبة، وكذلك أقسام تحضير شهادة تقني عالي اللي بدورها كذلك فيها 4 ديال الأقسام وتحتضن 96 أو 95 طالب وطالبة. العرض المدرسي كذلك متنوع على مستوى الشعب والمسالك، بحيث أنه هناك عرض ثري وغني، توفير الشعب الأدبية، الشعب العلمية، المسالك التكنولوجية، الرياضيات، الاقتصاد، كل الشعب والمسالك متوفرة بالجهة بمختلف المؤسسات التعليمية، منها 5 ديال المؤسسات فيها المسالك المختلفة، وثانوية لاله خديجة التقنية التي حاولنا أن تسترجع طابعها التقني، ونشتغل ابتداء من هذا الموسم على توسيع هذا العرض وتوفير مجال أكبر للتلاميذ الراغبين في التوجيه للشعب التقنية ولشعب الرياضيات والاقتصاد. بالنسبة للمستجدات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي، هي مستجدات مرتبطة أساسا بتنزيل خارطة الطريق. وخارطة الطريق من طبيعة الحال هي خارطة بنيت بشكل تشاركي عميق جدا، شارك فيه كل فعاليات المرتبطة أو ذات الصلة بقطاع التربية الوطنية. كل فعاليات ذات الصلة بالقطاع ساهمت بآرائها، بالتشاور معها، باقتراحاتها، بأفكارها في بناء هذه الخارطة. فكل الأطر الإدارية والتربوية تم انفتاح على النقابات، تم انفتاح على جمعية آباء وأولياء التلاميذ، على المجالس المنتخبة، حتى التلاميذ والتلميذات أنفسهم تم تجميع اقتراحاتهم وتصوراتهم لمدرسة الغد، فتم من خلالها من طبيعة الحال تجميع كل ما يمكن إن شاء الله من أن يحقق القفزة النوعية التي نسعى إليها. لأنه عندما تحدثنا عن الجانب الكمي، فعلى مستوى جهات داخل وادي الذهب نحقق النسب مهمة جدا على المستوى الكمي. هذه المستجدات الآن تستهدف الجانب الكيفي، تستهدف جودة التعلمات، وبالتالي ابتداء من عرض تعليم أولي مجاني وذي جودة، إلى من طبيعة الحال فعالية وتثمين دور المدرسات والمدرسين في التحول داخل المدارس العمومية، إلى تنويع برامج التدريس وتحقيق الفعالية من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على النجاح، إلى نظام علامة الجودة للمؤسسات المنخرطة في إطار ما يعرف بالمؤسسات الرائدة، لأن التعليم الابتدائي يعرف الآن تنزيل المؤسسات الرائدة كتجربة نتمنى لها إن شاء الله أن تحقق النجاح المطلوب منها. خارطة الطريق كذلك لها 3 أهداف، وتركز على 3 محاور أساسية: محور التلميذ، محور المدرس، ومحور المؤسسة التعليمية، لأن هذا هو الثالث الذي تنبني عليها المنظومة التربوية بشكل مباشر. وهنا من طبيعة الحال عندما نتحدث عن محور الأول محور التلميذ، فنشتغل على التعليم الأولي بتوفير البنية التحتية المناسبة، وتوفير التكوين المناسب، وتوفير العدد من المربيات الكافي. المستجد هذه السنة هو إجراء تقييم ورائز لتلاميذ التعليم الأولي الذين سيلجون السنة الأولى ابتدائي، لمعرفة أولا مستواهم الحقيقي من أجل تمدرس الابتدائي وفق مكتسباتهم الفعلية، وكذلك لقياس مدى مساهمة وأثر التعليم الأولي في إعداد هذه الفئة من التلميذات والتلاميذ للولوج إلى التعليم الابتدائي، أي إلى السنة الأولى ابتدائي. إذن هذه العملية ديال تشخيص دقيق المكتسبات ومؤهلات الأطفال، وتتبع هذا الرئيس على مستوى الفصول أو على مستوى المراحل الدراسية،
هو إحدى العلامات البارزة خلال هذا الموسم الدراسي. كذلك الأمر بالنسبة للتعليم الابتدائي، حيث سيتم اعتماد الآن توسيع ما يسمى بمقاربة طرل أو مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب. هذه المقاربة تم تجريبها السنة الماضية في إطار تجريب، حيث تم تجريبها في إطار 4 ديال المؤسسات التعليمية بجهة الداخلة ووادي الذهب، وحقيقة النتائج كانت طيبة جدا، لأنها تنطلق من قياس مستوى التلميذ الفعلي وبناء التعلمات انطلاقا من مستواه الفعلي وليس من مستواه الدراسي. فكان من طبيعة الحال أن استطاعت هذه التجربة وهذه المقاربة أن ترقى بمستوى مكتسبات وتعلمات نسبة كبيرة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المرحلة التجريبية، مما شجع على التوسيع. وبالتالي دائما نعطي إحصائيات جهوية على مستوى جهة الداخلة ووادي الذهب. انتقلنا من تجريب 4 مؤسسات إلى الآن التوسيع على مستوى 14 مؤسسة ابتدائية. تبقى إن شاء الله 7 مؤسسات أخرى نتمنى إن شاء الله أن تنخرط خلال الموسم المقبل، لأن حتى الانخراط في هذه المؤسسة في تجربة المؤسسات الرائدة كان انخراطا طوعيا، بمعنى تم فسح المجال لإدارة المؤسسة ولأساتذتها للتعبير عن مدى رغبتهم في الانخراط في هذا المشروع أم لا. فكان أن وافقت كما أشرت 14 مؤسسة على الانخراط، وبالتالي نحن الآن بصدد تنزيل هذا المشروع المدرسة الرائدة، اللي المكون ديال التدريس وفق المستوى المناسب هو أحد المكونات الأربع التي تنبني عليها المدرسة الرائدة، إلى جانب طرل أي التكوين وفق المستوى المناسب، أو اللي هي مقاربة علاجية تعالج التعثرات من خلال الدعم بعد تحديد المستوى المناسب. وفي اليومين الماضيين تم إجراء الروائز، والآن لازلنا خلال هذا الأسبوع في إطار إجراء الروائز لتحديد مستوى كل التلاميذ داخل كل مستوى المؤسسات المعنية، بمعنى الرئيس سيشمل جميع التلاميذ داخل هذه المؤسسات 14، وبعد ذلك يتم تفيئهم ليتم دعمهم خلال فترة معينة إلى حدود 24 أكتوبر، ثم بعد ذلك ننتقل إلى اعتماد مقاربة التدريس الصريح أو التدريس الناجح، وهي مقاربة جديدة كذلك، هي مقاربة وقائية، يعني من خلالها لا يمكن للتلميذ أن ينتقل من مستوى إلى مستوى إلا بعد أن يثبت ويرسخ الكفايات الأساسية في المستوى الذي يدرس به، وبالتالي نوقف نزيف التعثرات ونبني تعلمات حسب المستوى الدراسي لكل التلميذات وللتلاميذ. هذا بالنسبة للتعليم الابتدائي، بالإضافة من طبيعة الحال للمكون الثالث، وهو سيعتمد في بعض المؤسسات التعليمية، وأعتقد أنه بالنسبة لنا أغلبية المؤسسات يمكن أن تعتمده، وهو التدريس بالتخصص الابتدائي، بمعنى أنه عوض أن يدرس كما نعرف سابقا أستاذ اللغة العربية يدرس كل المواد ذات الصلة باللغة العربية، أستاذ الفرنسية يدرس الفرنسية وكل ما يرتبط بها، بالإضافة إلى الرياضيات والنشاط العلمي. الآن انتقلنا إلى تجربة التدريس التخصصي أو التخصص في التدريس التعليم الابتدائي، بمعنى هناك أستاذ يدرس العربية، أستاذ يدرس الفرنسية، وأستاذ يدرس الرياضيات والنشاط العلمي. وبالتالي هذا التخصص سيساعد المدرس والمدرسة على التركيز في مادة معينة، وبالتالي يمكن أن تكون المردودية، وهذا ما ثبت على كل حال من خلال التجريب، أن المردودية يمكن أن تتحسن، بالإضافة كذلك إلى تيسير ظروف الاشتغال بالنسبة للأستاذ والأستاذة. كل ما كان تيسير الظروف ديال الاشتغال كل ما كان كذلك العطاء والمردودية أفضل. المكون الرابع في المؤسسة الرائدة هو نظام الجودة من طبيعة الحال المبني على مشروع المؤسسة المندمج، بحيث أن كل مؤسسة مشروع تشتغل عليه ويتم التصديق على هذا المشروع ويتم تنزيله وتتبعه، ومن خلال إنجاح مشروع المؤسسة تحظى هذه المؤسسة بعلامة الجودة من طبيعة الحال. وهذه المكونات بالإضافة إلى توفير التجهيزات اللازمة لأداء المهام الدراسية، بحيث أنه سيتم تعميم على كل الفصول الدراسية المعنية، اللي عندنا تقريبا واحد 170 فصل دراسي معني الآن في 14 مؤسسة تعليمية، سيتم كلها تزويدها بمصلات عاكس أن تتشاو لكل
قسم بموارد رقمية للأساتذة لاستثمارها في العملية التعليمية التعلمية. سيتم تزويد الأساتذة بحاسوب محمول لكل أستاذ ليتمكن من إعداد دروسه وتهيئتها في الشروط المناسبة. ومن طبيعة الحال سيتم اعتماد نظام للتحفيز لكل مؤسسة ولفريق المؤسسة ومديرها على المجهود الذي يبذل للرقي بالتعلمات ولتنزيل هذه المقاربات ولتفعيل مشروع مدارس الريادة. نفس الشيء بالنسبة للثانوي الإعدادي كذلك. نحن غدا إن شاء الله السبت على موعد مع تكوين أساتذة اللغة الفرنسية على الرائز الذي سيخضع له أو ستخضع له 3 مؤسسات هي الآن مؤسسات تجريبية فيما يرتبط بتقويم أو تقييم مستوى التلاميذ في اللغة الفرنسية وتحديد مستوى مكتسباتهم لننطلق منه في بناء تعلماتهم، ونوع من كذلك من طار الابتدائي على مستوى الإعدادي. تحديد مستوى التلاميذ أولا برائز علمي دقيق، ثم بعد ذلك الاشتغال مع التلاميذ لبناء تعلماتهم انطلاقا من المستوى الذي هم عليه اليوم. هذه العملية من طبيعة الحال هي عملية سوف تكون أيضا مدعمة بموارد رقمية، تكون مدعمة بتكوين بمواكبة من السادة المفتشين مشكورا ومن كل المتدخلين. هناك أيضا مجموعة من المستجدات المرتبطة بتوسيع الأنشطة الاعتيادية أو تعميمها على كل المؤسسات التعليمية الابتدائية. الاعتماد على مسطحات رقمية مجانية مخصصة لتعليم اللغات الأجنبية والأمازيغية لفائدة التلميذات والتلاميذ. توسيع تدريس الأمازيغية بالسلك الابتدائي في أفق تعميمه، وكذلك توسيع تدريس الإنجليزية بالسلك الإعدادي في أفق تعميمه، حيث أنه سيتم الآن في الإنجليزية مثلا في السلك الإعدادي تدرس فقط في السنة الثالثة إعدادي. ابتداء من هذا الموسم ستدرس في السنة الثانية إعدادي، والموسم المقبل إن شاء الله نتمنى أن نصل إلى تدريسها بمستوى الأولى إعدادي. إذن على مستوى مدار السلك الإعدادي سيصبح هناك تعميم تدريجي لتدريس الإنجليزية. كل هذه المستجدات دائما ترتبط بالتلميذ، وربما منذ بدأت الحديث عن التلميذ وأنتم تلاحظون أننا لم نعد نتحدث عن التجهيز ونتحدث عن ظروف الاشتغال بقدر ما أصبحنا نتحدث عن التعلمات. يعني أن المستجد هو أننا أصبحنا نستهدف الآن تعلمات التلميذات والتلاميذ، بمعنى الصلب أسباب نزول قطاع التربية والتكوين هو الجانب التدريسي والتعليمي، وهذه المقاربات الآن تصب في هذا المجال. فمن طبيعة الحال دائما في إطار التتبع لتنزيل هذه البرامج هناك تتبع للأثر، هناك أيضا دراسة وهناك تكوين لمجموعة من أطر التوجيه المدرسي والمهني والمفتشين لتتبع الأثر، لأنه لا يكفي أن ننزل مقاربة، ولكن لا بد من أن نعرف مدى أثرها على تعلم التلميذات والتلاميذ، مدى نجاعتها. إذا تتبع الأثر أيضا أصبح مكون مستقل موازي لما يتم إنجازه داخل المؤسسات التعليمية لمعرفة إلى أي حد هذه المقاربات فعلا هي فعالة، وإذا ما اتضح بأن هناك ما يحتاج إلى تطوير فالغاية من تقويم الأثر هو الاشتغال دائما على تطوير هذه المقاربات لبلوغها للأهداف المرجوة إن شاء الله. إضافة إلى هذه المعطيات من طبيعة الحال هناك تتبع الأثر سواء من خلال روائز أو تتبع الأثر من خلال تتبع نتائج الامتحانات، بحيث أنه لأول مرة تمت موافاة مدير المؤسسات التعليمية بنتائج الامتحانات الإشهادية بمؤسساتهم، مما يشكل لوحة قيادة للمؤسسة من أجل تتبع نتائج تحصيل التلميذات والتلاميذ. إذا لدينا المدخلات، لدينا مسار من التعليم، لدينا مخرجات بنتائج. المسار يتم تقييمه من خلال تتبع الأثر، والمخرجات يتم كذلك تقييمها من خلال نتائج الامتحانات الإشهادية، وبالتالي تكتمل الصورة من طبيعة الحال. هذا المسار من طبيعة الحال يوازيه تنزيل المخطط الجهوي للدعم التربوي ودعم التميز المدرسي.
هذه مبادرة إن شاء الله في مستجدات هذه السنة، أننا نعتزم إن شاء الله، العزيمة لنا والقضاء لله، أن ننزل برنامجا جهويا للدعم التربوي قد ينطلق إن شاء الله من شهر أكتوبر تقريبا، وهو سيمتد على امتداد السنة الدراسية بمكوني الدعم التربوي للتلاميذ المتعثرين الذين في حاجة لدعم لمسايرة دروسهم، ولكن سنفرد دعما للتلميذات والتلاميذ المتميزين والمتميزات يعني للحفاظ على تميزهم وللرقي بتميزهم، لأن الغاية كما نقول دائما هي ليست حصول التلميذ على البكالوريا أو التلميذة على البكالوريا، ولكن ماذا سيفعل بهذه البكالوريا. الغاية بالنسبة لنا والإحصاء الجيد هو ماذا سينتج بعد حصول التلميذ والتلميذة على البكالوريا، ما هي المعاهد، ما هي الكليات ذات الولوج المحدود، ما هي المؤسسات العليا التي يتمكن التلميذات والتلاميذ من ولوجها، وما هي نسبة التلاميذ الذين يلجون هذه المؤسسات. إذا نضع نصب أعيننا إن شاء الله أن نرفع من نسبة التلميذات والمتميزات والمتميزين، وأن يتمكنوا ويتمكن من ولوج المعاهد العليا ذات الولوج المحدود بنسب أكبر. وعلى سبيل المثال فقط، فهذا البرنامج هو ابتدأ منذ سنوات، ولكن السنة الماضية كان خصصنا له حيزا مهما من الاهتمام من خلال إعداد التلميذات والتلاميذ المؤهلات والمؤهل الحاصلين على البكالوريا بميزة، والحمد لله النتائج كانت طيبة. فعلى سبيل المثال كلية الطب الولوج الأول كان ب 23 تلميذ وتلميذة دون احتساب لائحة الانتظار. كذلك المدرسة العليا، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير (LENSG), والآن ننتظر نتائج المدرسة LEST المدرسة العليا للتكنولوجيا، بالإضافة إلى التلميذات والتلاميذ الذين تمكنوا من التسجيل بمؤسسات أخرى في باقي التراب الوطني. والأكاديمية الآن بصدد إجراء دراسة إحصائية لمآل التلميذات والتلاميذ الحاصلين على البكالوريا بالجهة خلال هذا الموسم الدراسي في التعليم الجامعي، لأنه كذلك يشكل مؤشرا بالنسبة لنا لمدى جدوى ومدى أهمية ما النتائج المتحصل عليها على مستوى الجهة. إذا كما أشرت بالنسبة لمؤسسات الريادة كما أشرت سابقا، فتدريس وفق مقاربة التخصص، ممارسة الصفية في التعليم الصريح، علامات الجودة، هذه كلها أمور تمت الإشارة إليها من طبيعة الحال. ننتقل إلى محور الأستاذ، وبهذه المناسبة فإنني أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للأطر التربوية بالجهة وللأطر الإدارية بالجهة على ما يبذلونه من مجهودات قيمة وقيمة جدا، وعلى نكران الذات الذي يبذلونه في تنزيل كل البرامج الإصلاحية وفي أداء مهامهم على أحسن وجه. وأهنئهم بمناسبة الدخول التربوي الجديد، وأتمنى لهم إن شاء الله سنة دراسية حافلة بالبذل والعطاء، لأنه محور العملية التعليمية التعلمية تنبني داخل المؤسسة التعليمية وترتكز على دور الأستاذ بشكل مباشر بعلاقته المباشرة مع التلميذات والتلاميذ، وعلى دور المدير والطاقم الإداري المساعد له والفريق التربوي داخل المؤسسة. هذه الأجسام التي تعرفها الحمد لله انسجاما داخل هذه الجهة نشكرها على ما تبذله من مجهودات، ونتمنى لها إن شاء الله التوفيق والسداد. بطبيعة الحال فبالنسبة لي استكمال المصادقة على النظام، على مشروع النظام الأساسي وتنزيله، هو مكون من المكونات التي تجعل الأستاذ أكثر استقرارا وتحفيزا، وهذا عمل يعني كبير قامت به الوزارة وهو الآن بصدد مراحله الأخيرة. توظيف العدد الكافي من الأطر التربوية أيضا وأطر الدعم كان ميسرا ومساعدا لتوفير الموارد البشرية الكافية، وهذا أيضا يعني مشروع كبير ومجهود كبير تبذله الوزارة مشكورة. ثم التكوين الإشهادي بالنسبة لمقاربة طارل، تقريبا 270 أستاذ وأستاذة هم معنيين بالجهة هذه السنة بهذا التكوين الإشهادي، بعد تكوين خلال نهاية الموسم الماضي وتكوين استدراكي خلال اليومين يعني يومي 4 و5 من شهر شتنبر الحالي. هناك اشتغال أيضا ونتمنى إن شاء الله أن يتحقق حول تنظيم
المنتدى الوطني المهني للمدرس. هذا المنتدى الذي تعتزم الوزارة إن شاء الله أن تجعل منه منتدى يحفز ويثمن مجهودات الأطر التربوية والإدارية، ويثمن عمل المدرس والمدرسة داخل المؤسسات التعليمية، ويحتفي به احتفاء كبيرا. ثم التكوين المستمر من طبيعة الحال بالنسبة للأستاذات والأساتذة كذلك مكون مهم، إلى جانب توفير الشروط المناسبة للتدريس. وتوفير الشروط المناسبة للتدريس تكون داخل المؤسسة التعليمية، وبالتالي ننتقل إلى محور المؤسسة، حيث التأهيل يعتبر مكونا أساسيا. ونحن الآن إن شاء الله بصدد، والمؤسسات التعليمية هي الآن إن شاء الله بصدد استقبال التلميذات والتلاميذ في حلة جيدة، سواء 14 مؤسسات الريادة أو مؤسسات أخرى بالتعليم الثانوي التأهيلي. المصادقة على مشروع المؤسسة أيضا سيمكن المؤسسات التعليمية من اعتمادات مالية في إطار أو في أفق تحقيق الاستقلالية المالية للمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى اعتماد دليل مسطري لصرف منحة دعم دراسة النجاح ميسر ومساعد على تقديم الأداء المناسب. وبالمناسبة فكما تلاحظون من المنحة بالنسبة للمؤسسات التعليمية قد تتراوح ما بين 50,000 درهم إلى 100,000 درهم بالنسبة لكل مؤسسة، كل مدرسة ابتدائية. وبالنسبة للمؤسسات الثانوية التأهيلية كذلك إلى 100,000 درهم، أو يعني ما بين 20 50 100 على حسب مشروع المؤسسة، وعلى حسب الأهداف التي ترسمها المؤسسة، وعلى حسب الحاجيات التي تحددها المؤسسة التعليمية. إذن في إطار هذه الاستقلالية ومنح الاعتمادات للمؤسسات للقيام بالمهام المنوطة بها، يندرج اعتماد مشروع المؤسسة المندمج. كذلك بالنسبة لتنزيل هذه الخارطة هناك شروط النجاح. شروط النجاح مرتبطة أساسا بالحكامة وبالتزام الفاعلين، حيث تم إعداد إطار إجرائي لتنزيل خارطة الطريق، وهذا إطار دقيق بأهداف دقيقة وبمبادرات دقيقة وبآليات قياس وتتبع مهمة ودقيقة أيضا لبلوغ النتائج المرجوة. إذن هذا من طبيعة الحال السياق العام الذي نتمنى أن يكون مساهمة من قطاع التربية والتكوين في تجويد الأداء، وأن نصل من خلاله إلى تشجيع المبادرات داخل المؤسسات التعليمية، إلى تحفيز الفاعلين وكافة المتدخلين، وكذلك إلى جمع التعبئة المناسبة حول المدرسة المغربية من قبل كافة المتدخلين من أجل بلوغ أهداف خارطة الطريق وبلوغ النهوض بقطاع التربية والتكوين اللي هي تعليم ذي جودة للجميع إن شاء الله. لأن هذا عرض فيه مجموعة من المعطيات، وكما أشرنا في البداية لكم الكلمة لاستيضاح كل ما أنتم في حاجة إلى الاستيضاحة فيه، ونحن رهن إشارتكم إن شاء الله لكل توضيح. وشكرا جزيلا مرة أخرى على حضوركم وعلى دوركم الفعال في التعبئة وفي التأطير وفي المواكبة. شكرا.